الغير مصريين اللي بيشتروا في مصر لا هي نسبه قليله جدا، ودي يمكن الحاجات اللي بتبقى قهرانه، لان احنا يمكن عندنا يقين ان فيها بوتنشال في الريل استيت جبار. لما تلاقي احنا في مصر بنبيع تقريبا الاي بي كلاس بيبيع في حدود ال 100 لل 120 الف وحده سنويا. ليك انت تخيل ان اسبانيا الغير اسبان اللي اشتروا في اسبانيا سنه 2024 يتعدى 83 الف وحده، يعني قد السوق اللي كل المطورين في مصر بيتخانقوا عليه. فطبعا عندنا بوتنشال جبار. الناس شايفانا ازاي؟ شايفانا سوق واعد، ولكن يا مسري الناس ما بتفكرش في السوق العقاري ان انا عايز اروح اشتري في المطور الفلاني في مصر، لا ما بتبقاش كده خالص، باستثناء طلعت مصطفى طبعا لوجوده اقليميا بشكل قوي. يعني بيبتدي الموضوع باي براندنج الدوله نفسها، بعديها يبراند الديستنيشن، بعديها يبراند الابارت الوحده، بعديها يبراند الديفلوبر. ده اخر حاجه، مش فارق مع راجل عايش في روسيا ولا انجلترا ولا اسبانيا ولا حتى الدول العربيه، انا فارق معايا البلد دي عامله ازاي، امانا عامله ازاي، قوانينا عامله ازاي. هو براند كونتري the country itself it becomes a destination مثلا يعني الريتايريز او للديجيتال نومادز فانت بتعمل بوزيشننج معين للبلد، وبعد كده بتكاسكيد الريل استيت، وبعد كده بتكاسكيد لجوه الريل استيت ايه هي اليونت نفسها، اليونتس نفسها المطلوبه، ثم الديفلوبمنت.